لكم قصة عجيبة شوية. القصة دي ملخصها جملة بتقول: إما أن تبني أسرة أو تبني سجنا. حد فهم؟ يا تبني أسر قوية يا تزودوا عدد السجون، علشان طول ما فيش أسر في مجرمين هيزيدوا. فلو سمحتوا يا تعملوا أسر يا تزودوا السجون. طب احنا السجون عندنا زيادة وكتيرة. طب نعمل ايه؟ أنا أحكي لك قصة فيلم. الفيلم ده عملته قناة الناشونال جيوغرافيك. قصة مجموعة من الأفيال كانوا موجودين في غابة ملاصقة القرية لمجموعة قرى هندية. القرى دي فيها فلاحين بيزرعوا الأرض. الأفيال بتعيش في شكل أسرة. الأفيال الكبار الآباء والأمهات دايما نبص على أي فيلم أفيال هتلاقيهم واخدين جنبهم الأفيال الصغيرة وبيتحركوا كعيلة. أكتر حيوان بعد الإنسان فيه توارث عائلي من خلال الكبير بيعلم الصغير. الأفيال صديقة للإنسان، ما عندهاش مشكلة مع الإنسان، والأفيال متعودة إنها بتتغذى على المحاصيل وعلى يعني بتاكل الخضروات وبتاكل العشب. فالأفيال الكبيرة كل يوم بالليل تاخد الأفيال الصغيرة وينزلوا على القرى ياكلوا المحاصيل بتاعت الفلاحين اللي الفلاحين تعبانين فيها. فالفلاحين اتجننوا، كل ما يزرعوا الأفيال تيجي تاكل الزرع. طب يعملوا ايه؟ حطوا اسوار شائكه، فيجي الفيل برجله ويقوم دايس على السور الشائك ويدخلوا ياكلوا وهو واولاده. يعملوا شويه شطه ويحطوها جنب المحاصيل، او يرموا على الافيال قنابل شطه علشان الافيال تدخل في نخاششها فتجري. مفيش فايده، الافيال كل يوم بالليل تاخد ولادها ويروحوا على المحاصيل. فقرروا قرار خطير جدا: نقتل الافيال الاباء والامهات. وبدات مذبحه. قتلوا الأفيال الكبيرة واعتبروا، لأن دول اللي بتقود القطيع، واعتبروا أن المشكلة اتحلت. فطلع جيل مش متربي من الأفيال، ملقاش حد يربيه فتوحش. فبعد ما كانوا بياكلوا العشب، الأفيال لما بدأت تكبر بدأت تهاجم البني آدمين وتقتل البني آدمين وتخرب في البلدان وتهد البيوت. وكل ده صورته الناشونال جيوغرافيك. توحشوا لأن مفيش أسرة. عارفين اضطروا يعملوا إيه؟ اضطروا يستوردوا أفيال آباء وأمهات من أفريقيا. وجات العربيات شايلة الأفيال الآباء والأمهات وودوهم لغاية الهند، واتفتحت العربيات ونزلت الآباء وبدأوا يتعرفوا على بعض خطوة خطوة. وبعد 6 أشهر من القصة دي عاد السلام للقرية، وعادوا يرجعوا ياكلوا عشب وياكلوا، وما عادش فيه هجوم للإنسان. واتكتب في نهاية الفيلم: إما أن تبني أسرة أو تبني سجنا. يا تبني أسرة، هنستورد آباء يا جماعة ولا هنعمل إيه؟ الحقوا ولادكم، ويا شباب حضنوا في أهاليكم. دي آخر حاجة بقى لنا. تعالوا نكمل مع بعض.